السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الإعدادي. أهلا وسهلا بيكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله نحل مع بعض كتاب المعاصر إنجليزي ثاني إعدادي صفحة 74 75 76 77. نقول بسم الله. متنساش تدعمني بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من حل التدريبات والواجبات وحل الكتب المدرسية والتقييمات الأسبوعية والكتب الخارجية. ونقول بسم الله. السؤال الأولاني choose the correct answer from A B C or D. أول واحدة هنا هتقول له smart learning التعليم الذكي makes lessons بيجعل الدروس more interactive and fun يعني أكثر تفاعلية ومتعة. رقم 2 helping others مساعدة الآخرين is تقول له هنا meaningful يعني action يعني تصرفات بتكون لها معنى. طيب رقم 3 أميرة learned a new technique يعني أميرة تعلمت أسلوب أو نمط جديد to solve math problem عشان تحل العمليات الحسابية. رقم 4 children like to هتقول له imagine الأطفال بتحب إن هي تتخيل stories القصص and new worlds والعوالم الجديدة. طيب رقم 5 في الديفينيشن بيقول لك هنا to empathize اللي هو التعاطف to is to بيكون understand other feeling إن أنت تفهم مشاعر الآخرين. طيب رقم 6 هتقول له هنا anxious اللي هي معناها قلق. بتقول لك هنا means بتعني word اللي هو القلق or nervous أو التوتر. رقم 7 good stories القصص الجيدة make learning meaningful بتخلي التعليم ذو معنى. the word meaningful كلمة meaningful اللي هو ذو معنى means بتعني it has هتقول له purpose يعني لها هدف أو غرض. smart learning التعليم الذكي uses digital tools بيستخدم الأدوات الرقمية. songs الغناء and stories والقصص. رقم 9 ميوزك امبروف الموسيقى بتحسن فوكس التركيز and weak confidence وكمان الثقة الضعيفة. رقم 10 teachers المعلمين of news songs عادة بيستخدموا الأغاني to make student عشان يخلوا الطلبة repeat new parts إن هم يتعلموا أو يرددوا الجمل naturally without feeling بدون شعور. هنا هتقول له bored بدون شعور ممل يعني الغناء بيعمل جو في التعليم. طيب بيقول لك هنا رقم 11 to get the adjective from the word digital عشان تحصل على الصفة من كلمة digital يعني رقم. we added the suffix احنا بنضيف اللاحقة او المقطع هتقول له ال تبقى digital يعني رقمي. ودي كانت صفحة 74. يلا بينا على صفحة 75. صفحة 75 the word is joy يعني كلمات joy اللي هي المرح and happiness اللي هي السعادة are synonym بتكون ترادفات. لما عندك sadness الحزن sorrow اللي هو الأسف illness اللي هو المرض. the suffix ion المقطع ion change the word communicate تبقى communication يعني تواصل وده بقى بقت اسم. طيب هنا رقم 14 imagine تتخيل أو التخيل مين بيعني to form idea ان انت تتخيل افكار in the mind في عقلك about something عن شيء ما ده اسمه تخيل. رقم 15 interactive اللي هو الفعال means بتعني involving ان انت تتضمن active participation اللي هي المشاركة الفعالة and communication والتواصل. طيب رقم 16 before exams قبل الامتحانات they feel anxious هم بيشعروا بالقلق. the word anxious مين بتعني word اللي هو القلق. stories القصص are very effective بيكون لها تأثير فعال جيد تأثير فعال جدا. to قالك هنا tool in learning في التعلم this من ده بيعني they are هتقوله powerful بتكون قوية. رقم 18 the word is meaningful كلمة meaningful يعني ذو معنى and meaningless اللي هي ليس له معنى. دول بيكونوا هتقوله تضاد والتضاد يعني antonyms. طيب بقول لك the suffix ال IVE it change the word مقطع أو اللاحقة ال IVE لما بنضيفها للكلمة بتغير كلمة create يعني يبتكر أو ينشئ إلى صفة اللي هي adjective تبقى creative يبقى مبدع أو ابتكاري. طب the word connect كلمة connect يعني يتصل has the same meaning لها نفس المعنى لكلمة join يعني ينضم. يديك صفحة 75. يلا بينا على صفحة 76. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة كنت متشكرة جدا ليكم. هنا الجنرال اكسرسايز على الدرس الثالث بيقول لك هنا choose the correct answer. the antonym of the word joy يعني عكس كلمة joy يعني سعادة ومرح عكسها sorrow اللي هو الحزن. she felt هي شعرت ب anxious اللي هي القلق before the test قبل الاختبار because she wasn't ready لأن هي ما كانتش جاهزة. good stories القصص الجيدة make lessons بتخلي الدروس more meaningful بتكون لها أكتر معنى and useful ومفيدة. we added the suffix ال IZ احنا بنضيف مقطع ال IZ to the word memory تبقى memorize to get the verb عشان نحصل على الفعل.
read and complete the text with the word in the box. اقرأ النص وكمل بالكلمات اللي في البوكس. creative مبدع. values قيم. imagine يتخيل. speaking يعني التحدث. creation يعني إبداع أو خلق. stories are a powerful tool in smart learning. بيقول لك القصص بتكون أداة قوية في التعلم الذكي. thoughts stories اللي هي من خلال الأفكار. student learn الطلبة بتتعلم about values عن القيم. emotion العواطف and culture والثقافة. they also practice listening هم أيضا بيتدربوا على الاستماع. reading القراءة and speaking والتحدث skills مهارات القراءة والتحدث والاستماع يعني. good stories القصص الجيدة. make lessons بتخلي الدروس more meaningful أكثر معنى and help student بتساعد الطلبة imagine إن هم يتخيلوا and empathize اللي هم يتعاطفوا with others مع الآخرين. together سويا. singing بيغنوا and storytelling ويرووا القصص. classrooms في الفصول. into the هتقولوا هنا creative spaces في الأماكن الابتكارية. full of learning مليئة بالتعليم and joy والمرح. في القطعة بيقولك في اللي تشوز the general idea of the text is about smart learning بتتكلم عن التعلم الذكي، ودي كانت صفحة 76. يلا بينا على صفحة 77. صفحة 77 the underlined word anxious يعني قلق. مين بتعني nervous عصبي. what does the underlined pronoun it refer to كلمة it في القطعة بتشير مين للغناء اللي هي singing. how does smart learning ازاي التعليم الذكي make lessons exciting بيخلي الدروس أكثر متعة. تعالى كده نشوف مع بعض رقم 4 في القطعة. هتقول له digital tools اللي هي الأدوات الرقمية songs الإغناء and stories والقصص to make lessons more excited بتخلي الدروس أكثر متعة. السؤال الخامس هو why do you think ليه انت بتعتقد songs الأغاني and good way والطرق الجيدة to learn language في تعلم ان الغناء بيكون طريقة جيدة في تعلم اللغة أو اللغات. هتقول له it also help us أو help them بتساعدهم memory بتساعد الذاكرة and pronunciation والنطق and student sing ان هم يتغنوا educational بتاع songs باغاني تعليميه. زي remember vocabulary ده بيساعدهم ان هم يتذكروا الكلمات and grammar والقواعد. دي جبت السؤال رقم 5. يلا بينا على سؤال الريرايت. بيقول لك هنا the food smells رائحة الطعام delicious لذيذة. it was very salty إنه كان مالح. استخدم كلمة however على الرغم من. هتقول له the food smells delicious إن رائحة الطعام كانت لذيذة. however على الرغم من it was very salty إنه كان مالح جدا. while he was nervous بينما هو كان متوتر he sang well هو غنى بإيه جيدا. استخدم كلمة but يبقى he was nervous هو كان متوتر but he sang well لكن هو غنى كويس. هتشيل while وتحط but في النص وتكمل الجملة عادي جدا. تحط الجملة الأولى وتحط but في النص وتحط الجملة التانية. stories القصص. teach values بتعلم القيم. however على الرغم من some people don't like زي على الرغم ان بعض الناس مش بتحبها استخدم كلمة also يبقى also على الرغم من لانها كابيتال هنا اهي. يبقى stories teach values القصص بتعلمنا القيم. some people بعض الناس don't like them مش بيحبوها. طيب traditional methods اللي هي الطرق التقليدية are good بتكون جيدة but modern ones لكن الطرق الحديثة are more exciting بتكون أكثر متعة. استخدم كلمة while. هتقول له while traditional methods بينما الطرق التقليدية are good بتكون جيدة. هتقول له هنا تشيل طبعا but وتقول له الجملة التانية modern ones are more exciting والطرق الحديثة الأخرى بتكون أكثر متعة. هنا بيقول لك complete the following dialogue كمل الحوار. منى and سهى are talking about learning style. منى وسهى بيتكلموا عن طرق التعلم. How do you like to learn English؟ كيف تحب ان تتعلمي الانجليزيه؟ هتلاقي singing educational song يعني غناء الاغاني التعليميه. help me learn بيساعدني ان انا اتعلم English better انجليزي افضل. هتلاقي songs الاغاني. why do you like them ليه انت بتحبيها؟ هتلاقي because they help me remember vocabulary yes لانها بتساعدني ان انا احفظ الكلمات بسهوله او اتذكر الكلمات بسهوله. هتلاقي do you think reading stories can help us؟ هل انت بتعتقد ان قراءه القصص ممكن تساعدنا؟ قالت لها yes stories are also القصص ايضا بتكون great for learning بتكون جيده للتعليم. قالت لها what kind of stories do you like؟ ايه نوع القصص اللي انت بتحبين انت تسمعيها؟ قالت لها I like historical stories بحب القصص التاريخيه. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما ننساش طبعا الباراجراف بيبقى محلول اصلا في نهايه الكتاب حل نموذجي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. ربنا ينجحكم جميعا يا رب وانتظروني في الفيديو القادم بامر الله. مع السلامه.